السلام عليكم، حياكم الله. أحمد صبري يقول أن مصر قامت بإنقاذ الخليج من كارثة. نعم، مصر فعلا أنقذت الخليج من كارثة، ألا وهي عدم تدخلها في هذه المفاوضات المعقودة الآن في دولة باكستان العظمى، ولا سيما أن الدول الموجودة هناك هي الآن المملكة العربية السعودية والصين وأمريكا وإيران، وليس هناك أي وجود لمصر فيها. سيسي لازم ندخل نحارب مع الخليج، احنا شكلنا بقى عرب. مصر ما بتحاربش ليه؟ مش اقوى جيش وام الدنيا؟ اكون مفكر ان الكلام ده والنباح والهجوم اللي على مصر ده هجوم اسرائيلي؟ لا، هجوم من قلب الدول العربيه بالفعل. وهنا انا مش بعمل فتنه، انا بعرفك مشاهير واعلاميين، كل ده متشاف. محدش يجي يقول لي اصل الدوله اللي هناك في رقابه، اكيد مش هيسمحوا بالكلام ده. لا، سامحين والكلام متشاف. كل الكلام ده عشان يطلعوا ان مصر وحشه ومش بتدافع عن دول الخليج. وحضرتك ما بتدافعش عن نفسك ليه؟ ده حضرتك اصلا ما اعلنتش الحرب، عايزني اجي احارب عنك؟ كل التطور يقول لك يا عم انت بتقول ايه؟ الجيش بتاعك في ايدين الامريكان. طب لما هو في ايدين الامريكان، ليه الامريكان ما استخدموش الجيش بتاعي ومسيراتي وطياراتي ودباباتي وجيشي كله عشان يواجه ايران؟ ولا هو اي كلام وخلاص؟ لو انا الجيش بتاعي في ايدين الامريكان، ليه لما كان اهل غزه واقفين على الحدود عايزين يدخلوا عندنا ما دخلناهمش واحنا تحت امر الامريكان؟ يعني فكروا شويه. الان انا عرفت ليش ما تدخل فلسطيني ارضك، عشان لا يتركها للصهاينه. الان انا فهمت اشياء كثير. ليش تدخل الاسرائيلي عندك ب $20 فقط وتعطيه هذه التسهيلات كلها؟ عشان اذا جاي يرجع اسرائيل يطلع لاحمد صبري عند المعبر يقول لك اوبا وقعت في الكمين. ذكي، انت ذكي وذواق. الان انا عرفت ليش الفلسطيني اللي يبغى ياخذك محطه عبور بس يطلع من عندك على اوروبا عشان يتعالج تاخذ منه $5000. ليش؟ عشان مره ثانيه العاد يصاب. اذا جتك رصاصه من هناك لف يعلمك قيمه الاصابه عشان لا تنصاب مره ثانيه. الان انا عرفت ليش خليتهم جوعانين وما مديت لهم بالاكل والشرب، عشان يصير سترونج مان، عشان يكافح وعشان يصبر. أنا فهمت أشياء كثير. أما قولك السعودية والخليج طلب، من طلبك؟ أحمد صبري، من طلبك يا ابني؟ الوضع الاجتماعي في السعودية قبل اكتشاف البترول. الحياة الاجتماعية في السعودية بسيطة وقاسية، اعتمد الناس على الرعي والزراعة. الحياة في القاهرة كانت عاملة ازاي؟ طريقة ومركز حضاري. دارين يا رجال، القاهرة كانت مقدمة الأمم ذيك الأيام يا ولد. فرنسا والإنجليز هم اللي بنوها، هم اللي شجروها، هم اللي سووها، كانت في صدارة الأمم. رجعت لكم يا ولد، صارت في مزابل الأمم. ذيك السنين ما كنت تشتغل ولا شيء يا ولد في الغير. والله العظيم مشغولين، الكد تحت أسيادكم، ما كان لكم شغل فيها. تعرف إن الدول كانت تتعاقب عليكم يا ولد، يقول لك زي الليل والنهار. أنا نديك لليل يا ولد، تعال اسمع، خذ هذا الأول، سجل: الفرس، إغريق، رومان، بيزنطيين، مماليك، أحباش، كرد، فرنسيين، إنجليز، ختموها بالألباء. لو رجعنا ورا شوية لقينا الهكسوس والأشوريين والبطالمة والعسافرة والمراوكة. استر على نفسك، لا تجلس بحث. الله يهديك. البداوة ديدا لنا، البداوة هي عزنا وفخرنا. تعال يا ولد، ما تلاقي بيت سعودي اللي جوته خيبة. بعدين انت لما تودي الذكاء ساتر ينقلب عليك، والله انت الخسران. الله يهديك، بس قلب يعاير علينا البداوة. مصر عاشت مصر بقتل الرئيس عبد الفتاح السيسي زعيم الأمة العربية والإسلامية. المشهد اللي قدامك ده بتاع زعيم الشرق الاوسط، عشان انا محتاج له خلال الفتره اللي جايه لما الرئيس السيسي يستلم جائزه نوبل بشكل رسمي، لانه ان شاء الله انا متاكد ان هو هياخدها. على مدار الفتره اللي فاتت كلها كان هو راعي السلام في المنطقه وفي العالم كله على المستوى الدولي، وقف حرب اطرافها روسيا الرئيس المصري والله لو اخذ جائزه نوبل حيتغير شكلها من كذا لكذا، وحيغير اسمها من جائزه نوبل الى جائزه الهبل، المساطين، الخبل. بس لو كان جائزة الهبل للشحاتين صراحة أنا أرشحه، صراحة يستاهل ياخذ. يا أخي أنت التأكيد هذا من وين؟ السيسي يستحق جائزة نوبل. صح كلامك، هي أول مرة بتحكي الحق. السيسي هو الشخص الوحيد يلي بيستاهل جائزة نوبل بالشحاتة، لأفضل شحات في العالم. محدش قال لك إنك أنت فقير قوي، يا ريت حد يقول لكم إن إحنا فقراء قوي. مش اكل، انا مش عارف اعلم، مش عارف اعالج، مش عارف اشغل، مش عارف اسكن. روحوا المرج والمطريه والخصوص. اوسخ من كده مفيش، اوسخ من كده مفيش. عمري ما شفت اوسخ من كده،
عمري ما شفت اوسخ من كده. ما ترى امامك هو بيان لوزارة خارجية امريكا، السعودية، عمان، الكويت، وايضا وزير خارجية ايران. ويقول نص البيان في وزارة الخارجية الأمريكية، وهذا مشترك، أن يثمنون دور الباكستاني في وصول لهدنة لإيقاف إطلاق النار، ولعبت باكستان الحليف الاستراتيجي بإدارة وقيادة السعودية الدور الكبير في الوصول إلى هذه الهدنة. كل بيانات هذه الوزارات الخارجية لم يذكر دور لمصر، ما في، كلهم قالوا فقط باكستان. ثم يأتيك الإعلام المصري البلطجي، التفوق الوهمي، التدليس، ويقول الدور المحوري لمصر في وقف إطلاق النار، رغم أن لو كان لكم دور لكان بيانات وزارة الخارجية ذكرته، لكن ليس لكم دور في هذه الأحداث. ولكن لماذا في زمن الإعلام المفتوح يعني أنت ما تقول إنزين شلون بهالوقاحة يمارسون هذا التدليس؟ يعني ما يخافون حنا نشوف ونكذبهم؟ لا، هو هذه الخطابات مو موجهة لك، موجهة لشعبهم، لأنهم يعلمون أن شعبهم بسيط، ذو عقلية محدودة، منغلق على نفسه، يكتفي بمصادره وإعلامه ولا يبحث، ترى يعني ما يشوف شنو برا الإعلام الخارجي. في كل يوم تتكشف لنا أشياء تؤكد بأن نظام تاجر الأزمات ولن يكون يوم في صف القضية الفلسطينية، ولن يكون في يوم في صف أي قضية عربية، وأن هذا النظام تاجر أزمات، حيثما يجد لقمته أو ما يعبئ جيوبه يقف. هذا نظام لا يتعامل لا بمبدأ ولا مروءة ولا أخلاق، نظام شحات، نظام متاجر، يتاجر بكل القضايا. لا يوجد قضية في الوطن العربي إلا تاجر بها نظام السيسي. في هيئة الأمم المتحدة، هذا أجيب لكم مثال يعني على متاجرته بالقضية الفلسطينية وبالقضايا العربية، وولاء ودعم وعلاقة حميمية مع الكيان الصهيوني. في هيئة الأمم المتحدة، شوف، في هيئة الأمم المتحدة حصلت إسرائيل على العضوية الكاملة في لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي التابعة للأمم المتحدة، بعد ايش؟ شوف، بعد ما أيدت العضوية 117 دولة، من بينها وفي مقدمتها وأهمها مصر جارة الكيان الإسرائيلي. تصوروا. ويجيك واحد يقول لك احنا ضد الكيان الصهيوني، احنا ضد الكيان الصهيوني، احنا مشكلتنا لما أيدنا إيران لأننا ضد الكيان الصهيوني. والله أن القيادة المصرية تربطها بالكيان الصهيوني علاقات حميمية، علاقات قوية متينة، فيها تبادل تجاري وتبادل عسكري وتبادل استخباراتي، كل شيء يساعد الكيان الصهيوني على البقاء والتمدد وتثبيت بقائه على الأرض العربية الفلسطينية. مصر أكبر داعم له، مصر أكبر داعم لهذا الكيان.